فانا هتكلم دلوقتي على السؤال السادس. السؤال السادس يعتبر عكس السؤال الخامس. ازاي؟ يعني هيقول لحضرتك انت دلوقتي بقيت معانا وبدات تشتغل، وكنت ماسك اريا بتحقق 100%، كانت بتبيع ب 200,000، وجئنا للاسف في نهايه الشهر ان الاريا بايعه 100,000 بس، يعني بايعه 50%. هتعمل ايه في المشكله؟ هنرجع لنفس الكلام اللي احنا قلناه برضو للسؤال اللي قبل كده. يا دكتور، اهم حاجه اللي انا افكر بدون قلق، بدون عصبيه، عشان اخد القرار الصح. لازم اعمل اناليسيس للاريا، ولازم اشوف الروت كوز اللي يخلي الاريا تنزل 50%. ابدا اشوف واطلب من مديري الداتا بتاعت الاريا الشهر اللي فات عشان اقارنها، واشوف بيع الاريا، واشوف العملاء والدكاتره اللي كانت بتكتب لي، واقارنها بالشهر ده، واعرف هل في عملاء ما بقتش تكتب، وهل في عميل واحد كان بيكتب بال 100,000 وما بقاش يكتب فهو ده السبب في 50% اللي نزلت، ولا هو في كذا عميل ما بقاش يكتب لي، واجمالي البيع بتاع العملاء دي كلها ال 100,000 اللي هي ما بقتش تتكتب معايا او نزلت في البيع معايا. دي حاجه. او ممكن بقى اطلب كمان الداتا بتاعت السنه اللي فاتت عشان اشوف هل السنه اللي فاتت في نفس الشهر كان البيع نازل 50% مقارنه بالشهر اللي قبله برضه. يبقى معنى كده ان ده طبيعي في البيع، ان في السيزون ده ان البيع بيقل بالطريقه دي، ولا ممكن يكون في حاجه بعيده عني خالص هي السبب في ال 50% اللي حصلت في الاريا دي، ان اصلا في برودكت ناقصه في الشركه، فانا بعمل اوردر وفي الاخر ما بيوصلش، او في مشكله في مناديب البيع، مندوب بيع قدم استقالته الشهر اللي فات، فالشهر ده الاريا من غير مندوب بيع، فانا بعمل اوردرات برضه ما بتوصلش او ما بتوصلش كلها. فبالتالي انا الهدف من السؤال ده اللي هو بيقيس عندك هل انا هعرف اعمل اناليسيس واعرف الاسباب الرئيسيه عشان اعرف احل. ما انا لو ما عرفتش السبب الرئيسي وما عملتش اناليسيس وعرفت ايه السبب، انا مش هعرف احل، ما انا مش عارف السبب اصلا، يبقى احل ايه؟ فده الهدف اللي انا عايز يعني الاجابه الامثل للسؤال ده اللي انت توصل له فكره اللي انا فاهم يعني